السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير متابعي الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه النشرة الجوية الخاصة والحصرية على بلادنا المغرب. ولله الحمد قد شق باستمرار والأمطار والخير بداية من صباح اليوم وكذلك خلال الفترة الزوالية على مدينة طنجة وسبتة وأصيلة وتطوان وكذلك شفشاون والعرائش. ستكون أمطار قوية وعاصفية على أقصى الشمال الغربي، أمطار مستمرة على الأقصار الكبيرة ولعل ميمونة وعين البيضاء ووزان وبني فغلوم وباب وإساق وكذلك أنشا. كذلك بعد التساقطات على المسيلة كل هذه المناطق معنية بأمطار الخير ولله الحمد اليوم وكذلك الفترة المسائية. ما بالنسبة للفترة المسائية أعزائي المتابعين، يرتقى باستمرار أمطار الخير على جل هذه المناطق الغربية، على مدينة أصيلة والعرائش وشفشاون وكذلك مناطق اللوكوس تبودا وإساق، وأمطار الخير متواصلة على وزان وكذلك القصار الكبيرة وعين بيضاء وأخوب وأصيلة وصولا إلى الشرفات وتطوان. كل هذه المناطق الشمالية متابعي الكرام ستعرف تساقطات قوية وغزيرة، ربما تكون بعض الاضطرابات الجوية على مدينة رماني والقارة والخميسات وكذلك سكور مداز ستقع، وهذه الاضطرابات ربما تعطي بعض القطرات الخفيفة والضعيفة متابعي الكرام. ما بالنسبة لتوقعات الفترة الليلية دائما من اليوم بحول الله عودة الاستقرار بداية من 10 ليلا إلى البلاد على جل المناطق المغربية. ونلقي نظرة سريعة على توقعات يوم غد متابعي الكرام، ربما تكون بعض الاضطرابات على أقصى الشمال الغربي وتعطي بعض القطرات على باب برد وكذلك شفشاون والعرائش وطنجة وأصيلة، لكن تبقى تساقطات يوم غد ضعيفة جدا ولا تكاد تذكر. بالنسبة لفترة ما بعد الظهيرة متابعي الكرام، دائما من يوم غد يرتقب بحول الله استمرار هذه الاضطرابات الضعيفة على العرائش ولل ميمونة واستهلال التازي تبقى خفيفة جدا. بالنسبة للفترة الليلية متابعي الكرام، يرتقب بعودة هذا المرتفع الآزوري وكذلك المرتفع الإفريقي سلسلة من المرتفعات الضغط الجوي كما تلاحظون تسيطر على شمال إفريقيا، وللأسف هذا ما سيمنع دخول المنخفضات اليوم وكذلك خلال هذا الأسبوع، وهذا ما لا نرجو لأن شهر مارس يحتاج إلى تساقطات مطرية وأن تكون غزيرة من أجل المحصول الزراعي. ونتمنى تغير المنظومة الجوية ودخول اضطرابات قوية ومعتبرة إن شاء الله. كما تلاحظون متابعي الكرام، سلسلة من المرتفعات الضغط الجوي تحيط بالبلاد على الشمال وكذلك على جل دول شمال إفريقيا ستعاني من شح الأمطار هذا الأسبوع. كما تلاحظون المغرب والجزائر ومالي وتونس وموريتانيا كل هذه المناطق لا توجد فيها أي منخفضات أو اضطرابات جوية للأسف. أسأل الله تغير المنظومة الجوية وعودة أمطار الخير للبلاد. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء في نشرة جديدة إن شاء الله.